طب انا في حاجه هموت واعرفها، يعني انا في حاجه هموت وافهمها، اشمعنى مكالماته بتمسحوها؟ يعني الواحد لو ما عادش يسجل المكالمه بتاعته، ما عادش يسجل المداخله بتاعته، ما عادش يسجل الكلام اللي هو قاله، ما نلاقيهاش، كل حاجه تنزل عادي الا المداخله بتاعت الاستاذ مرتضى منصور. ليه يا جماعه؟ ليه؟ اصلك لا بقى يا راجل، الحاجات دي تتذاع على النت، امال تتذاع على التلفزيون عادي؟ يعني الحاجات دي ما ينفعش تتذاع على النت وتتذاع على التلفزيون عادي؟ انا ده بقى سؤال لازم الاقي له اجابه. يعني لما انتوا بتخافوا قوي كده تنزلوا مكالماته من كتر الغلط اللي بيغلطوا في الناس، هتموت يا اخي وتقابل سياده رئيس الجمهوريه، هتموت وتقابله. معلش انت تقابله ليه؟ يعني انت تقابله ليه؟ يعني انا مش فاهم. يعني هو الراجل فاضيلك انت؟ يعني فاضل مشاكلك انت؟ فاضل حواراتك انت؟ ده انت طموحاتك عاليه قوي، ده انت غريب. المهم يعني الاستاذ مرتضى منصور طلع على قناه نادي الزمالك وبالمنقي يا خيار ويديله. كل ده الموضوع ابتدى بان هم عملوا احتفاليه في مدينه المنصوره وما دعوش للاستاذ مرتضى منصور، وازاي ما يدعونيش احضر ويدعوا شريف منير اللي كان لابس في مسرحيه لبس واحده ست وكان لابس باروكه وحاطط روج، وسياده الرئيس حاضر وانا ما ادعاش؟ ازاي ما ادعاش وسياده الرئيس حاضر؟ يا اخي انت تروح، يعني انت تروح في مكان فيه سياده رئيس الجمهوريه ليه؟ يعني انت تروح في مكان فيه سياده رئيس الجمهوريه ليه؟ انا بجد والله بكلمك بقى، ليه تروح تعمل ايه هناك؟ مش حتتك، مش شبهك يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم عزيزي المشاهد، يا ريت بقى الحاجات دي بيسيبوها تنزل زي ما كل حاجه ما بتنزل على قناه الزمالك، لا ما يسيبوهاش تنزل. كوارث بقى ويديها بلاوي. شتم شوبير يا نهار اسود. والخطيب قال لك الخطيب اتحقق معاه ولا راح محكمه مش عارف ايه، و28 مليون ونص ايه يا عم الارقام دي؟ وعشان ما حدش بيراجع وراك، هو عشان ما حدش بيراجع وراك؟ يا نهار اسود ومقطرن. عارف يا فندم اللي بيحصل في قناه نادي الزمالك ده بيفكرني بنكته، والله العظيم ثلاثه، يعني نكته كده مش عارف ينفع اقولها ولا لا، ولكن اللي هي يعني حاجه كده بتدل ان انت ايه، عندك يعني بلوه وسايبها وبتفكر في بلوه صغيره كده اللي هو بتلهي نفسك، فاهم؟ طب بص انا هقولها لك وخلاص. بص يا سيدي، بقول لك مره واحد قالوا له ايه؟ قالوا له الحق اجري فوق، مراتك فوق بتخونك مع الكهربائي. قال لهم والله ولا بيفهم في الكهرباء كده. هو عاوز يداري على الموضوع، هو عاوز يحول الدنيا، انت فاهم؟ فهو ده اللي بيحصل في قناه نادي الزمالك، تتكلم على كل ما يخص النادي الاهلي وكل ما يخص كل حاجه الا نادي الزمالك، ما بتتكلمش عن نادي الزمالك، بتتكلم عن الاهلي بس. المقدمه طويله قوي انا اسف، ولكن خلينا اقول لحضرتك ان في خبر يعني كويس نوعا ما، وهو يخص اكرم توفيق، وهقوله لك في بدايه الفيديو. ولكن خليني الاول اقول لحضرتك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه. الكارثه دي يا فندم هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 او 6000 او 7000 لايك، انت وذوقك بقى. المهم خلينا ندخل في صلب موضوعنا النهارده وفي صلب الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه. ولكن اولا عاوز اشكر حضرتك وكل اللي بيتفرجوا عليا على الدعم الخرافي اللي انتوا بتقدموه لي من لايكات وكومنتات، وبستنى الكومنتات بتاعتكم او الكلام اللي بتكتبوه لي في الشات اللي هو بتاع اللايف. لما بينزل الفيديو بينزل لايف او عرض اول بيبقى فيه شات كده بنقعد نتكلم انا وانتوا، ببقى مبسوط جدا واحنا بنتكلم، وببقى مبسوط اكتر بالكومنتات اللي انتوا بتكتبوها لي تحت الفيديو علشان بقعد اقراها كلها وبرد عليها كلها الحمد لله. ولكن خلينا بقى نركن كل ده على جنب، والف شكر ليكم على الدعم اللي انتوا بتقدموه لي، وخلينا بقى ندخل في تفاصيلنا. اكرم توفيق عزيزي المشاهد، اخبار بتقول ان اكرم توفيق ممكن يبقى عنده قطع جزئي في الرباط الصليبي. تقول لي بس هي الاصابه بالجروح، هي المشكله بالجروح، هي الغياب. اقول لك لا، نيجي بقى اقف هنا. بص يا سيدي، اكرم توفيق لو الاصابه اللي عنده هي قطع في الرباط الصليبي، فمده غياب اكرم توفيق هتبقى 9 شهور لحد سنه، من 9 شهور لسنه، ده لو قطع في الرباط الصليبي. ولكن بعض الدكاتره وبعض الناس بتقول من داخل النادي الاهلي
ان اصابه اكرم توفيق هي قطع جزئي في الرباط الصليبي. طب يعني ايه قطع جزئي؟ يعني الاصابه دي مده غيابتها من شهر لشهرين، من حد ادنى شهر حد اقصى شهرين. ففي اخبار كتير جدا بتقول ان اكرم توفيق الاصابه اللي عنده هي قطع جزئي في الرباط الصليبي مش قطع كلي. فده معناه ان اكرم توفيق ممكن يغيب من شهر لشهر ونص لشهرين ويرجع يلعب تاني مع النادي الاهلي. وعايز اقول لحضرتك ان في بعض البيدجات الزملكاويه اللي كانت شمتانه في اكرم توفيق وفي اصابه اكرم توفيق، عايز اقول لهم حرفيا انتوا ما شفتوش بجنيه تربيه، حرفيا انتوا ناس مش محترمه، حرفيا انتوا ناس ما تعرفوش يعني ايه يعني ايه بشريه، ويعني ايه اللهم لا شماتة يا اخي. انتوا مجانين، انتوا شمتانين في واحد ان هو جات له اصابه ممكن تقعده من شغله، ممكن تدمر مستقبله، ممكن تمحي حياته، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم، ولكن نتمنى كامل الشفاء وكامل كامل 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 دعانا وكامل الدعم لاكرم توفيق. انا بحب اكرم توفيق جدا بالرغم ان انا مش مشجع اهلاوي، ولكن انا بحب العيال الرجاله دي، انا بحبها. العيال اللي ممكن تموت نفسها على شغلها وعلشان انتماءاتها دي انا بحبها. فانا بحب اكرم توفيق، بحبه جدا كمان، فاتمنى له كامل الشفاء. المهم يا سيدي، خلينا بقى نركن موضوع اكرم توفيق على جنب ونتكلم في حاجه تانية. عزيزي المشاهد، رسميا على ضمانتي، ولا اقول لك بلاش اعرضها قوي كده. المهم يعني، كهربا هيشارك مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وانا هو انت هو الزمان اهو بينا اهو. غرامه كهربا هتدفع وبالتقسيط، وهيكون متواجد مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه برغبه من مارسيل كولر، اللي من اول ما مارسيل كولر وشاف كهربا، اول ما مارسيل كولر جه وشاف كهربا وشاف اداء كهربا وشاف طريقه لعب كهربا وهو متمسك بيه وهو عاوز كهربا. مارسيل كولر عاوز كهربا. فعايز اقول لحضرتك ان بنسبه كبيره جدا 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 كهربا ممكن يكون متواجد مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. المهم، نركن بقى كل ده على جنب، نيجي للاستاذ مرتضى منصور وما فعله في المداخله بتاعته على قناه نادي الزمالك. ركز معايا. بص يا سيدي، الاستاذ مرتضى منصور طلع في مداخله تليفونيه على قناه نادي الزمالك يفعل ما يفعله كل يوم. اقسم برب الكعبه نفس الكلام اللي بيقوله في كل مداخله قالوا تاني، نفس الكلام اللي بيقوله في كل قعده في قناه نادي الزمالك قالوا تاني، نفس كل حاجه بيقولها قالها تاني، ولكن يزيد عنها حاجه واحده بس. احتفاليه مدينه المنصوره كان يوم اسود، والله العظيم الراجل ساعه بينتع قلبه انه ازاي ما يبعتولوش دعوه انه يحضر احتفاليه مدينه المنصوره اللي كان حاضر فيها رئيس الجمهوريه، وانتوا حاطين صورتي في مدخل البلد. قال لك يعني ايه؟ قال لك مدينه المنصوره حاطه صورتي في مدخل البلد، في الناس اللي مشرفين المنصوره ورموز المنصوره. رموز ايه؟ رموز ايه يا عم؟ يا عم صلى يا استاذ مرتضى، اقسم بالله انت عايش وهم، انت الوحيد اللي عايشه، انت عايش وهم. يعني انت طبعا من زمان كلنا عارفين ان حضرتك بتحب الانا، وبتحب اللي انت دايما اسمك يبقى مذكور في الاعلام، وبتحب دايما اسمك يبقى بيتردد كتير، وبتحب الشهرة وبتحب الكلام وبتحب المناصب. ده حاجة مفروغ منها يا استاذ مرتضى، كلنا عارفين كده كويس جدا، ورب الكعبة كلنا عارفين الكلام ده. المهم يعني، قال لك ايه؟ رمز. وانا استاذ مرتضى حضرتك مش رمز، حضرتك مش رمز لاي حاجة، وانا بمنتهى الحب، انا مفيش مشاكل بيني وبينك يعني عشان اطلع اقول لك كده. فوالله العظيم كلمه من اخ صغير، مع ان انا يعني ما يشرفنيش، ولكن مش مشكله. فخليني اقول لحضرتك يعني حضرتك مش رمز، انت الوحيد اللي مفكر ان انت رمز الحاجه، انت الوحيد اللي انت مفكر انك بطل شعبي الحاجه، انت الوحيد اللي مفكر ان انت حاجه كبيره لحد، انت الوحيد اللي مفكر ان وراك جمهور ووراك انصار ووراك مش. ليه انت سعد زغلول؟ هو انت سعد زغلول يا عم؟ ما تفوق يابا، ما تفوق. انت مالكش انصار ومالكش مش عارف ايه، والناس يهدوا عشانك الدنيا. ليه انت مين يا استاذ مرتضى؟ حضرتك محامي، حضرتك محامي، لك كل الاحترام والتقدير كمحامي، بس يعني طبعا
انا مش بقلل من المحاميين نهائي، المحاميين دول يعني الواحد اول ما بيحصل له مصيبه يروح يلجأ لمحامي هو اللي بينقذه. فالمحامي ده حاجه كبيره قوي، فخليك حضرتك كمحامي حاجه كبيره برضو وحاجه جامده، وحضرتك عندك اكبر محاماه في مصر ومش عارف ايه تمام. انما رمز بقى والنضال والوطنيه لا، مش انت، مش حتتك، اقسم بالله. طلعت تشتم شوبير، وطلعت تشتم الخطيب، وطلعت تشتم الكوره، وطلعت تشتم الحكام، وطلعت تشتم كل ايه ده؟ انت بتجيب الصحه دي؟ انت حضرتك عندك حاجه و60 سنه، بسم الله ما شاء الله، عيني عليك بارده يا اخي. ده اللي قدك ما بيقدروش يخشوا الحمام لوحدهم. صباح الفل يعني، صباح الفل. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. مش عايز ادخل الدين في كلامي ولا في فيديوهاتي في الكوره، ولكن يعني يا استاذ مرتضى اتقي اليوم اللي هترجع فيه لربنا. اتقي، انت تقف قدام ربنا تقول له ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. انا خلاص، ده انا هنا يا عم. سيب الزمالك وامشي يا عم. يا عم انا نفسي ارجع اشجع الزمالك تاني يا عم. امشي يا عم، سيب النادي وامشي. لا حول ولا قوه الا بالله. لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك، تكتب كومنت تقول رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره تتفرج عليا فيها. بس يا سيدي، كان معكم محمد الجرحي. تصبحوا على الف خير. باي باي.